اهلا بحضرتك. وعايزين نتكلم عن العرض الحقيقي ده بمناسبه 6 اكتوبر، احتفالات 6 طبعا اكتوبر. بمناسبه احتفالات 6 اكتوبر. ده عرض جهزناه هنا في مكتب التربيه الرياضيه. انا كابتن محمود مهدي ومعايا مس امينه مصطفى. ده كان عرض اعداد ومكتب التربيه الرياضيه، ده كان اهداء مننا لروح الشهداء الطيبه، الناس اللي استطرت بدمائها تاريخ مصر العظيم. جميل جدا ان الولاد يعني الحقيقه الانشطه بتبقى حاجه مهمه جدا، لكن جميل جدا ان هم كمان بالانشطه بيعبروا عن مناسبات بتمر علينا، مناسبات مهمه جدا في حياتنا، يعني هو تاريخ هم ما حضروهوش فبيعرفوه بالشكل ده. طبعا احنا برضو حبينا نقدمه، يعني دايما مرتبط احتفالات 6 اكتوبر بالناس الخاصه بالتاريخ او بالدراسات. احنا حبينا نعمل حاجه جديده، ان احنا ندخل الرياضات بتاعتنا زي رياضه الكارديو، رياضه تمارين الضغط، تمارين البطن، السرعه، القوه، ندخلها في عرض بشكل كويس بزي عسكري كويس يدي نفس الروح الحماسيه. ايوه يعني الزي ده طبعا معبر جدا، هو يعني بيديهم الروح كمان، انا شايفه كمان ان هم حتى بيشتغلوا بحماس كبير يعني. مظبوط طبعا ده كان جزء من عرض كبير، بس ده العرض مصغر بتاعه قدمناه في الاحتفالات دي. ده كان عرض كبير قدمناه قبل كده في حفل ختام الانشطه، كان مدته طويله يعني عارفه طبعا انتوا بتحتفلوا اكيد بيوم 6 اكتوبر ده، يعني بدايه من الاذاعه المدرسيه اكيد الاولاد بياخدوا برضه فكره عن ايه اللي تم في اليوم ده وليه بنحتفل وليه بنفخر بيوم زي 6 اكتوبر، وبعدين طبعا بتقدموا بقى حاجات زي كده. طبعا ملحمه عظيمه زي ملحمه 6 اكتوبر. بنبداها من بدايه اليوم، بنحكي عن التاريخ، بنحكي عن اهالينا واجدادنا اللي حاربوا وضحوا بدمائهم في الحرب دي. بعد كده بنيجي للسكتشات والمسرحيات برضه بتحصل في طابور الصبح لغايه ما بنوصل للفقرات الرياضيه بتاعتنا اللي بنقدمها. في مناسبات كتير، يمكن شهر اكتوبر فيه مناسبات كتيره جدا، حضرتك بتبتدي تعد الاولاد قبليها بقد ايه، او يعني بيبقى ان احنا بنستعد عشان نقدم حاجه زي كده او عشان نعبر عن حاجه زي كده؟ احنا الحمد لله في مدرسه صلاح الدين هنا الانشطه مستمره طوال العام، يعني بنبقى عندنا كمان فتره الصيف كلها اعداد. بنبدا كمان من المراحل الصغيره من ابتدائي، بنعد الطالب عشان يطلع لنا جاهز في اعدادي يقدر يشارك معانا في الحاجات الرياضيه، حتى في البطولات الفرديه والجماعيه. فترة الصيف كلها اعداد، خصوصا فترة قبل عودة المدارس بنعمل لهم بقى تمرينات اكتر عشان داخلين على الموسم بتاع الرياضة. في البنية العضلية وبيكون جسمه مفتول، عنده مستوى معين طبعا حسب الحاجة اللي انا عايزه فيها برضه. يعني انا لو عايزه حاجة محتاجة لياقة بدنية عالية، محتاجة اطوال معينة، بختار الفئة دي. في حاجة تانية لا عايز جسمه صغير شوية، جسمه اكثر مرونة، بختار برضه فئة تاني. دي الفكرة اللي بختار من خلالها يعني. احنا النهارده معانا 4 ابطال مش كده؟ معانا 4 ابطال من ثالثة اعدادي، جسمهم تقريبا متشابه، نفس الجسم نفس الاوزان، هيقدموا لنا العرض المصغر دوت احتفال مننا ب 6 اكتوبر. جميل جدا. في عروض تانية بتقدموها برضو في المدرسه هنا في مجالات تانية او في عروض عامه يعني؟ احنا على طول بنقدم طبعا في جميع الانشطه في المدرسه بيقدموا عروض، بس انا بتكلم عشان التخصص بتاعي يعني الرياضي يعني. انا عارفه ان الولاد دايما بيحبوا العروض الرياضيه. اكيد طبعا. بيطالبوا ان هم يشاركوا في عروض، يعني احنا عايزين نشارك في عروض. ده بتبقى خناقات، يعني احنا عشان نختار مجموعه دون مجموعه، طبعا مش كله بيشارك، بس بنحاول نعوض ان احنا ما نشاركش المره دي بيشارك معانا المره الجايه. بنتمنى لكم بكل توفيق وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه 6 اكتوبر، ونبتدي بقى نشوف الابطال النهارده هيقدموا لنا ايه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. استعد، ابدأ العرض. اعكس. عاش، احسن. جري كمان، شد جسمك اكتر. احسن، ممتاز. انزل، احسن يا رجاله، احسن. طبعا ده جزء من عرض مصغر زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ده كان عرض كبير في حفل ختام الانشطه العام الماضي، ده جزء مصغر منه قدمناه كده باحتفالات 6 اكتوبر. جميل جدا، انا بشكر حضرتك وتسمح لي بقى ان انا اتكلم مع الابطال. اتفضلي طبعا، اتفضلي يا فندم. شكرا. ممكن نقرب كده ابطال؟ تعالى ممكن يجي كده، تعالوا. هشام احمد عبد الله، مصطفى احمد فاروق، سيف الدين يحيى، يوسف احمد حميده. سيف انت عايز تبقى ظابط شكلك كده. ماشي. واقفه دي ويعني وانت شكلك ايه بتعمل يعني بهم قوي كده.
أنا الحمد لله. مين فيكم عايز يبقى ظابط ولا كلنا؟ كلنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. شاركتوا في العرض ده مش كده؟ الحمد لله. يعني عايز اعرف ايه فايده التمرينات دي؟ بتحبوا التمرينات الرياضيه ليه؟ بنحب التمرينات الرياضيه اصلا بتساعدنا على القدرات الذهنيه وكمان بتساعدنا على نبني جسمنا كويس والحمد لله يعني شغالين كويس مع الكابتن الحمد لله. غير كده تمرينات لياقة بدنية وبتساعد تحسن صحتنا، تحسن حركتنا في الجري وكده وكورة طبعا. غير كده برضو الجسم برضو بيساعدنا على حاجات كتير، حتى لعيبة كمال الأجسام برضو بيساعدهم في اللبس وكده، حتى هتلاقي اللبس شكله حلو عليك، جسمك هيبتك، فده برضو بينفع مع لعيبة كمال الأجسام وكده، وبرضو هنتحسب على جسمنا وكده. شايف ان اللبس بيساعد يعني بيديك حماسه اكتر بقى؟ بيديني اللياقة البدنية طبعا بتزودها، وده غير ان كابتن محمود بصراحة مش مؤثر معانا في اي حاجة، سواء لياقة بدنية او لعبة او اي حاجة، بصراحة مش بيأثر معانا، ودي حاجة ممتازة فيه بصراحة. قولوا لي انتوا عارفين يعني طبعا ده اتفضل كده يعني انضم لينا تاني استاذ مستر محمود، هل بنعرف يعني اسماء التمرينات اللي احنا بنعملها او العضلات اللي احنا بنشتغل عليها في التمرينات اللي احنا بنعملها؟ تمام، هو لازم يكون عارف العضله اللي هو بيتدرب عليها، عارف هي بتنمي ايه عنده علشان يشتغل عليه. برضه هو لما جاب سيره الصلاه اكتر حاجه فيها حركات لكل العضلات. عندنا السجود ده بيخرج الطاقه السلبيه من جسم الانسان وبيزود عضلات الاكتاف الاماميه وبيزود عضلات الصدر الاماميه. كمان عندنا اثناء الركوع بنشد اطالات للرجلين وبنزود العضلات الخلفيه. الصلاه اكتر حاجه هي فيها بتحرك كل عضلات الجسم، يعني دي حاجه سبحان الله من عند ربنا، وبالنسبه له هو لازم يكون عارف العضله اللي هو شغال عليها عشان ينميها اكتر، عشان لو حس باي خلل في اثناء التمرين العضله دي مش شغاله معاه يعرف ان هو كده شغال في التمرين غلط. بيروحوا جيم، شكلهم بيروحوا جيم. المفروض يروحوا قد ايه؟ يعني احنا مثلا في الدراسه، وطبعا عندنا برضو حاجات كتير وعندنا انشطه وعندنا دراسه، المفروض ممكن يروح قد ايه؟ هو لو 3 ايام في الاسبوع ده كويس جدا، ولو قعد ساعه لساعه ونص في الجيم ده كويس جدا، دي مش هتعطله، بالعكس احنا دايما بنقول عمر الرياضه ما تعطلك عن المذاكره، بالعكس دي فتره تنشيطيه زي حضرتك ما قلت العقل السليم في الجسم السليم، يعني هتنمي العقل عنده، هتنمي التركيز. طبعا عندنا برضو في قسم علوم الصحه بننصح كل ابنائنا الطلاب بيهتموا بالاكلات اللي فيها حديد وزنك واوميجا 3 علشان بيزود التركيز في الامتحانات وفي المذاكره. طبعا بتنصحهم كمان التغذيه السليمه؟ طبعا. طب المفروض نتغذى ايه عشان خاطر يعني يحافظ على جسمه بشكل أفضل؟ يعني عندنا البروتين بتاعنا الدجاج او الاسماك او اللحوم، ده اساسي في وجبه الغداء. يعني ما نجيش نقول الاكل لا مش بنحب ده التيك اواي والجانك فود الحاجات دي مش صحيه، والوجبات السريعه طبعا اللي فيها نسبه زيوت مهدرجه كتير ده مش صح. عندنا الاوميجا 3 موجود في السردين وفي السلمون وفي المكسرات، ده مفيد جدا. عندنا الزنك والحديد موجود في التفاح، موجود في حاجات كتير جدا. لو اهتموا بالحاجات دي الحاجات المهمه اللي بتفيد الطالب في المذاكره والتركيز وعدم التشتيت. المشروبات الدافيه بتمنع الارق زي النعناع واليانسون، دي حاجات كلها مفيده. للاسف ابنائنا بيهملوها، يعني الخضروات الورقيه كل الحاجات دي مهمه.